بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده كشري أصفر زي ما انتم شايفين كده، وهنعمل كرنبيط مقلي، وهنعمل بطاطس محمرة، وهنعمل برضو سلطة، وهنحط جنبه مخلل. أنا أول حاجة بقى سلقت الكرنبيط وولعت على الكشري. كشري نشف وطيت عليه، سيبه بقى يتردد، وسلقت الكرنبيط بملح، شوية ملح، وسبته بقى يتسلق مية. بعد ما اسلقه بقى هطلعه، وهعمل بقى الخلطة بتاعته. برضو البطاطس قطعتها هي صوابع عشان احمرها. قطعتها بالشكل ده كده صوابع صغيرة كده. والكرنبيط هسلقه، بعد ما اسلقه بقى اطفي عليه. هتشوفيه بقى لو لقيتيه استوى بتطفي عليه. دي الخلطة اللي انا هعمل بيها الكرنبيط. بيض وشبت على بقدونس على معلقة دقيق كبيرة على 4 بيضات. كل الحاجات دي بتقلبيها مع بعضها لحد ما تتجانس مع بعض. وبعد كده بتضيفي البهارات، ملح وشطة وكمون وكزبرة و7 بهارات وفلفل اسمر، وتقلبي كل المكونات دي مع بعض تتجانس مع بعضها خالص. ممكن تعملها بالمضرب برضو. عشان الحاجات دي بقى ايه اللي هتحطي فيها الكرنبيط وتحمريه في الزيت، وتكوني قادحه الزيت قوي عشان يتحمر معاكي حلو ويبقى ايه مقرمش وجميل. الكرنبيط يطلع معاكي مقرمش وجميل. بتقدح الزيت يعني خليه يتقدح. حط شويه زيت اهو في المقلايه عشان اقدح عليه على الكشري الاول، وبعد كده بقى احمر ايه الكرنبيط في الزيت. حط زيت اهوت عشان ايه عشان اقدح الاول على الكشري. الكشري استوى طفيت عليه، وبرده الكرنبيط معايا استوى دخل في السوا يعني. هطفي عليه برضو اهوت وكده. هو خلاص كده استوى خلاص. هطفي عليه بقى واصفي من عليه الميه وهسيبه. انا كده كده اصلا غسلاه قبل ما احطه وقبل ما اسلقه. كنت غسلاه تحت الحنفيه وهو لسه طري. خلاص وصفيته من الميه اللي عليه. حطه بقى في الخلطه بالشكل ده لغايه ما يشرب الخلطه كلها اهوت. تحطي عليه كده كل حته كده تغرقها من الخلطه. وبعدين هتحطي بقى في الزيت اهوت يتقلى بقى، يتحمر كده ويبقى جميل لونه حلو. لونه احمر وجميل عشان يبقى مقرمش وجميل معاكي. بتغيبيه لغايه ما يحمر كده في الزيت. بعد كده بقى بتطلعيه. عندك بقى مناديل المطبخ هي خلصانه من عندي. حطه بقى في الطبق. اهم حاجه الطبق يكون ناشف مش مطرحه ميه، تكوني منشفاه كويس الطبق عشان الكرنبيط يبقى حلو معاكي وناشف وجميل. تنشفي الطبق كويس اهو. تقلبه بقى واحمر من تحت. اقلبه بالشكل ده. بعد كده بقى احمر الكميه اللي معايا. احمر بقى البطاطس. بعد كده حمرت الكميه اللي معايا. احمر بقى البطاطس اللي معايا، كميه البطاطس اللي معايا خلصتها كلها. الكرنبيط جنبي اهوت بعد ما طلعته اهوت في الطبق احمر وجميل اهوت، وكان طعمه جميل تحفه مقرمش وجميل معايا. حمر بقية البطاطس. وعملت برضو سلطة، طبق سلطة كده جميل. عملته بخيار والشبت وطماطم وفلفل، وحطيت ليمون. وده كان الغدا بتاعنا النهارده حبايبك. ده الكرنبيط المحمر الجميل المقلي المقرمش قصدي، وده الكشري الاصفر الجميل، وده مخلل الليمون، وده البطاطس، وده السلطه. عجبكم الفيديو؟ ما تنسينيش باللايك. مع السلامه يا حبايبي.